اوكي، مرحبا، كيفكم؟ شو الاخبار؟ هلا انا لايف وحابة نحكي شوي عن اطلالات الرئيس الشرع في الفترة الأخيرة. جتني حملة انتقادات صراحة، يعني ما فهمت كيف هيك الحملة صارت، بس فجأة هيك عندي يعني فجأة عندي فجرة حملة انتقادات. طالت كتير من الحسابات اللي هي تعتبر حسابات أشخاص خلينا نقول مقربين من السلطة. وأنا مواجهة هيك حملات سابقة لما كنت أحكي عن رئيس الأسد والست أسماء الأسد. so it's not new، يعني رئيس سوريا بضل رئيس سوريا، بضل عنده شبيحة، اسمه بشار، اسمه أحمد، اسمه صبحي، ما كتير حتفرق، يعني كل رئيس بيجي معه شبيحته. so نحن تعودنا على ذلك. الفترة الأخيرة عم نشهد إطلالات للشرع بشكل كتير غريبة وما مفهومة. هالإطلالات عم تكون غالبا مبنية على التالي: عنده ساعات بإيده كتير فخمة، حق الساعة يعني يتجاوز 80,000 دولار، بصل ل 150 و 250 ألف دولار بإيده، تمام؟ بس عم يكون السوت أو الجاكيت الرسمي اللي عم يلبسه، ما بعرف شو لازم ينقال عنه، يعني أسوأ شيء ممكن ينقال عنه إنه هو فعلا كتير سيء. يعني عم بتكون إطلالة الطقم ما بتسوى أقل من 150 دولار، وبينما هو الساعة اللي لابسها ب150 ألف. فلما بتلبس ب150 وبيكون لبسك ب150 دولار وانت لابس ساعة ب150 ألف، ففي مشكلة بالموضوع. لحتى نحلل أكثر إطلالته، خليني أقول لكم أول شيء أنا شو بشتغل. هلا أنا بشتغل بيرسونال براندنج بشركتي لشخصيات بتظهر بالسياسة، يعني بيظهروا كمحللين، بيظهروا بلقاءات، بيظهروا باجتماعات، رجال أعمال. من ضمن شغلنا في هيك حيز صغير كتير كتير بيعتمد على البراندنج اللي بيلبسوه رجال الأعمال. ضمن هذا الحيز الكتير كتير صغير في حيز تاني أصغر منه، اللي بتضمن الأشخاص اللي بيكونوا بدهم مع السود تبعهم أو مع البدلات الرسمية أشياء مقاومة للرصاص. هل في بدلات رسمية مقاومة للرصاص؟ أكيد. ما معقول أنت كرجل أعمال، عم نحكيها ما وصلنا للرؤساء، لا رجل أعمال ولا بزنس مان ولا حدا يعني شخصية هامة أو عندك اجتماعات مع حكومة أو أنت وزير أو مستشار وزير تلبس واقي رصاص وتفوت لعنده. هي أولا يعني كلغة دبلوماسية تعد كتير إهانة للحرس اللي عندك وإهانة للحرس اللي عنده، لأنه هي دبلوماسية معناتها أنا ما بثق بحرسي، يعني حرسي الشخصيين، وأنا ما بثق بالحماية اللي عندي. هي رقم واحد، معناتها أنه أنت كتير خايف تعطي رسالة إنه أنت مو متأكد من الرجال اللي عندك، فمعناتها كتير سيء. الطرف الثاني إنه أنت ما بتثق بحمايته، يعني كأنك رايح على دولة عدوة. وهذا الشيء بطلوه من زمان، من وقت ما صار في براندات تياب. طبعا هي مو معروفة لكل الناس، وهي أبدا مو رخيصة، مو متداول ليادي، وما في يعني شحن لها صعب، وبروسيس طويلة عريضة. وشركات مثل شركتي بتساعدك انك تحصل على هيك قطع. هالقطع بتتنوع تماما، يعني تشكيلتها بتغطي كافة احتياجات الرجال والنساء. يعني فيك السوت الرسمي اللي هو السوت اللي بيلبسوه على الاجتماعات، وفي حتى ثياب رياضة، جواكيت، تراشكوتات، اي شيء بيخطر ببالكم من الملابس الرجاليه والنسائيه في منا على مضاد للرصاص. طبعا هو انواع واصناف، وكل ما خف الوزن وكانت بتتحمل طلقات اكثر، كل ما غلي السعر اكثر، وكل ما كانت اخف كل ما كان السعر يعني ارخص. خلينا نقول وسطيا قديش تكلفه انه انا اخذ سوت كامله. هي بس عم بشرح لكم مشان هيك الناس اللي كانت كتير هيك امبارحه يعني عم تبعت حكي ما منطقي. قديش تكلفة سوت بهذا بيكون انه مضاد للرصاص؟ خلينا نقول مثلا على القميص والجاكيت. القميص تقريبا حوالي من 5000 دولار فيك تلاقي، وفيك تلاقي ب 3500، بس اذا كان قياسك صعب بدك تحكي بال 5000 دولار حق القميص. الجاكيت او البنطلون، الجاكيت تقريبا بيجي بين السبعة للتسعة آلاف دولار، بس الجاكيت فقط بدون اي شيء تاني. البنطلون تقريبا بيجي حوالي بين السبعة للتسعة كمان. هي بس ال الاساسيات البيسك، لسه ما حكينا بالتكمله. فاذا نحن نحكي عن متوسط سعر سوت وحده، يعني فينا نقول ممكن يتجاوز ال 25 ألف دولار ل 35 ألف دولار، حسب مين الشخص اللي عم يعمله وشو البراند ومنين اجا. وطبعا بتيجي بعدها الجمارك، وبتيجي بعدها كيف رح تستورده. فهي البروسيس ما قصيره. هلا ليش هو ما عم يلبس هاي البراندات؟
ما بعرف بصراحة، بس الأتراك حاولوا كتير معه وما نجحوا ولا شيء. يمكن هو فريقه الإعلامي أو المستشارين اللي جايبهم، اللي قسم منهم أفغانستان، ما بيهمهم كتير المظهر، لأنه بهديك البلدان ما كتير بيهتموا بالسوت، يعني ما بيعتبروا جزء من لبسهم. فهي بأفغانستان working بس بسوريا ما working. بترجمة أخرى، هي بأفغانستان ما مهمة بس بسوريا كتير مهمة. يعني كون الرئيس الأسبق كان يلبس طقم، فنحن بنلبس طقومة. نحن شعوب بحر متوسط، فبنهتم كتير بالأناقة. يعني نحن مثل اليونانيين، مثل الفرنسيين، مثل الإيطاليين. يعني بصراحة لازم نلبس، لازم نتعلم نلبس. يعني ما معقول إنه الرئيس بعد سنة، هو صحيح ما إحنا انتخبناه وصحيح سلطة أمر واقع، بس يعني عم بتمثلنا بالمحافل الدولية، هيك نحن ممثلين يعني. فيعني يا رجاء نهتم بإطلالتك. ما معقول تكون ساعتك ب150,000 ولبسك بهذا السعر القليل. هلا مين بيعمل هيك بالمجتمع بشكل عام؟ مين هن الاشخاص اللي بيلبسوا بهي الطريقه؟ طبعا هون بدك تحملوني شوي. البنات اللي بتجي هدايا غاية ما بتعرف قيمتها. يعني لما بتجيب انت بنت هديه مثلا شنطايه شانيل، بكون حقها مثلا 35 70 ألف دولار، وهي لابسه من شي ان. يعني في عدم تناسق بالماركات. يعني شي ان هي موضه سريعه، يعني بجودة منخفضة جدا. أو بتمشي مع زارا، زارا كمان كويك موضة، ما بيتناسقوا مع بعض. يعني ما فيك تلبس ساعة ب150 وانت لابس طقم مو ظابطة خياطته عليك. بيطلع الإطلالة العامة كتير ما لطيفة. وهذا بيأثر كمان على انطباع القوة. يعني إذا أنا بلبس لبس ما لطيف، بتجي رسالة القوة اللي أنا عم بعطيها أقل. أنا بنحكي هلا بشكل جدي، شيلكم المزح الطرف، عم بحكي بشكل كتير مهني وما عم بتدخل. أنا إذا بشوف بنت، أنا شخصيا بشوف بنت لابسة فيك براند، يعني مثلا هي طالعة بالمترو وحاطة معها شنطاية شانيل، بعرف إن الشنطاية تقليد، لأنه ما معقول واحد عنده 80 ألف دولار حق شنطة يطلع يقطع بالمتروبوس مثلا أو يطلع بالسيرفيسات. ما بتزبط، ولا حتى تاخد تاكسي أصفر. يعني اللي بيكون عندهم هذا النمط من الحياة بيكونوا هن لابسين ومظبطين حالهم على هذا النمط. فالانطباع العام الدولي كتير مهم. طيب هل في شخصيات تانية عندها نفس الوزن الزائد أو عندها نفس الجسم يلي قوامه مو ممشوق، يعني قوامه فيه كتير ديفويات؟ في أكيد. عندنا مثلا ترامب. ترامب كرئيس اعتبر كتير بدين، ولا مرة شفنا غلطة. طيب أوكي، شيلنا من ترامب. رئيس تاني بيعاني من البدانة، الرئيس المصري السيسي. السيسي دولة فقيرة، يعني ما غنية، ولا مرة شفنا غلطة بجاكيته. بلا السيسي بنشوف حسني مبارك، كمان حسني مبارك ولا غلطة بجاكيته. كتير أشخاص كان يعتبر من الشخصيات اللي جسمها كتير ضخم، ولا مرة ممكن تلاقي له بنطلون وفيه كسرة. كسرة يعني الكسرة البنطلون محسوبة على الملي. يعني ولا غلطة. حتى ممكن ما يلبسوا ساعات. يعني ممكن يا سيدي ما بدي أحكي لك على وزراء، جيب أي قائم مقام بتركيا، أي وزير بتركيا، وزير بالوزارة مو معروفة، مستحيل تلاقي عنده أخطاء بروتوكولية، لأنه وراه وزارة حقيقية، وراه أشخاص بيهتموا إنه سمعة تركيا باللبس ممتازة. نحن كيف بدنا نصدر للعالم لبس إذا نحن أساسا رئيسنا لبسه مفشكل؟ لا هي يعني ما رح أجملها أبدا وما رح أظبطها أبدا. رئيسنا لبسه مفشكل، مفشكل لدرجة يصعب وصفها. والله إحنا عندنا بسوريا خياطين يا أخي، إذا عم يعني هي قصة تلبس درع تحت الثياب بطلها، ما عاد تظابطها. يعني سيادتك بدك تظبط وضعك وتشتري لك كم طقم وانت موجود هنيك. استغل الوضع، اشتري من بريطانيا، اشتري من امريكا، يعني حدا يستورد له. يعني عن جد حدا يستورد له، لانه ما طبيعي الوضع. طبعا بقيه الوزراء كل واحد اخطاء واشكال والوان، يعني شيء بضرب على العصب، ما فيك تلحق معهم من كثر ما عليهم اخطاء. طبعا هل مطلوب من كل الناس تكون على سنجة عشرة؟ اكيد لا. يعني انت اذا كان انا مثلا، انا كشخص عادي ما مطلوب مني اكون على سنجة عشرة. انا بالنهايه حتى لو بدير شركه، ما هو مطلوب مني دائما اكون مرتبه وانيقه. ماي تحت الضوء، انا ماي تحت الضوء، انا شخص عايش حياته عادي. بروح على السوبر ماركت، برجع، بيطلع مواصلات عامه. يعني ما عندي هي الاولويه حتى اطلع بهالشكل الانيق. بس اذا انا على مستوى عرض ازياء او مذيعه بضطر اطلع مرتبه طول الوقت، ما بالك اذا كنت رئيس. لا نحن بدنا نهتم بوضعك، لانه يعني هي وضعك مو لانه نحن حابين ننكش سيادتك ونقول لك ذوقك ما حلو. هو ذوقك ما حلو، هو قطعا ذوقك، اختيارك بثياب كارثي كارثي. يعني ما في ولا قطعة لبستها بتقول انك انت يا اخي. بس ما كل الرجال بتعرف تلبس، يعني في رجال كتير عندهم مشكلة بالاختيارات. القصر بحاجة بصراحة
خليفة لونا الشبل، رح تنصدم له الاسم. ايه، لونا الشبل عملت من بشار الأسد اللي هو شبه جدبة شخصية مرعبة، ساوته إلا شوي يعني شخص مرعب ومخيف وفلهوي. بدنا واحد هيك يشيل هالعرق الأربطة الموجودة ويبدله بشيء أنيق، شيء مرتب، لأنه هذا عرق أربطة. يعني هذا اللي عم نشوفه نحن تجاوز مرحلة إنه والله أخطاء بروتوكولية، والله خياطة مو ظابطة. لا لا لا، نحن دخلنا بالمرحلة اللي أبعد من ذلك. إحنا داخلين بشيء يعني بنلاقي مثلا جاكيت أزرق على قميص أبيض على بنطلون أسود. طيب ليه سيادتك ليه؟ يعني كيف زبطت معك؟ شو هي مجموعة الألوان اللي عم تستخدمها؟ يعني معقول بهالقصر كله هالموظفين هالسرب الحمام اللي حاطه وراك ولا شخص في عنده حاسة ذوقية جيدة؟ لك يا أخي طب ما تخترعوا، شوفوا هاكان إيش بيلبس البسوا مثله. يعني لا تبدع من عندك يا أخي، بالله بلا هاكان. شوف مثلا السيسي، يا أخي بلا السيسي. ترامب بلا ترامب. يعني أي رئيس من الرؤساء شوف إيش بيلبس البس مثله. يعني اللي يعني ما عنده ذوق يشتري يا أخي يشتري، والله العظيم شيء مو طبيعي. يعني رئيس دولة اضرب اطرح نحن بدنا نروح نذكره إيش لازم يلبس. اخ ايه. فاللي كنت بدي احكي لكم اياه انه هذا خضم شغلي، تمام؟ يعني انا والله العظيم ما عم بجيب شيء من برا، ترى هذا شغلي. بس انا ما بشتغل مع رؤساء، يعني انا بشتغل مع، يعني انا بشتغل مع رجال اعمال، مساعد مدري شو، وزير. يعني حتى الوزير ما بنشتغل معه، ما عندنا بالشركه وزراء. يعني انا ما بشتغل لهالدرجه لهالمستوى، وما بخلي الكلاين عندي يلبسوا هيك. طب انت رئيس اضرب اطرح، ما في حواليك حدا يقول لك معاليك هذا لبس تخبيص بتخبيص اشلحه ولبس لك شيء ثاني؟ يا أخي ما بتعرف تلبس أبدا خالص نهائيا. بالمرة عندك طقمين أسود وكحلي، لا تشلحهم يا أخي، لا تبدع. أسود وكحلي، وقميصين أبيض وريشي، الريشي للكحلي والأبيض للأسود، وجرافة وحدة لا بقى تغير وتبدل فيهم، هي جرافة حمراء خلصت انتهت. لا بقى تبدع أبوس اللي خلقك. خلصنا عن جد، أعمينا. 3 طقومة لك طقمين، يعني عملهم 3، طقمين سود وطقم كحلي بس، و3 قمصان بيض. يا اخي لا بقى تلبس الوان ابدا، بوس ايدك لا تلبس الوان، يعني خلص ارحمونا. و3 طقومة زبطوهم عن جد، يعني خلص انتهى. حلت مشكلتنا نحن ب3 طقومة، وصلى الله وبارك. يعني حاج لسه نحن فاتحين ويلا يلا يلا وسيادتك البيس وسيادتك شلاح، خلصنا. وبيع لك ساعة من هالساعات بيطلع لك فيها شي 3 طقومة. يعني إذا جبت لك كل طقم، يعني إذا بعت لك هي الساعة وجبت لك 3 طقومة بيجيك 3 طقومة مرتبين وخلصنا ريحنا. نحن بنرتاح وأنت بترتاح. نحن كأشخاص personal brand. شو يعني personal brand؟ يعني علامة تجارية الشخصية، يعني ما يتركه الشخص من انطباع. هلا تقولي هو جاي من الخنادق. طيب أوكي، جاب من الخنادق يلبس لبس خنادق، نتخندق معه على اساس ما شاء الله. ليش انا ما جيت على وزير الداخليه تبعنا؟ وزير الداخليه اطلالاته صدق كذب، على قولة العراقيين. لا، حط الاطلالات العسكريه فاشله. عزيزي اللي صاحب كرش لازم تنتبه على كروشك يتعبنا. بس هذا بده فيديو لحاله، لانه بصراحه ما بيحسن ينزل، يعني الفيديو لحاله تقيل لو كنت تتحملوه، فما رح نحط معه فيديو تاني. هلا اللي ما عاجبه رأيي يروح يظبط طلعت الرئيس، كثير الموضوع بسيط. يعني لأنه الهجمة اللي صارت علي مو طبيعية، يعني كأنه أنا عم بحكي معلومات غريبة. ما أنا كل ما عم بنزل صورة بحسابي، ادخلوا تفرجوا على الحساب، إذا شوفوا حسابي على الفيسبوك، كل ما بنزل صورة يعني مبين شو الأخطاء اللي فيها. شي كمام الجاكيت، شي كمام البنطلون، شي الكسرة تبعت البنطلون، ما في ولا جاكيت صح. يعني أنا اشتيت أشوف جاكيت واحد يوحد اللي خلقه، واحد فقط. يعني هيك قل لي ولو كذبا كلاما ناعما، البس لي لو مجاملة جاكيت واحد ظابط. داخلين على الله وعليك زبطوا له هالجاكيت. يعني خلص نحن هون حق. يعني انا هون ما بقى اوجه لك نقاش ولا بقى احكي لك اياها بالصور، نزلت لك اياها فيديو، وفيديو مطول. عود اسمعوا هيك مقطع انت ومستشارينك، خاصة اللي جاي من افغانستان هذا بالذات، يعني ما شاء الله عنه. هذا هيك يعني اسباب منع الكحول ومنع المكياج من النساء، هذا 3/4 مصايبنا منه. هذا المستشار بالذات يا اخي لا بقى تلبس على ذوقه، لانه لا هو بيعرف يلبس ولا انت. يعني فبليز رجاء بطلها هالحركه. نحن دوله كان يعني في قديم الزمان كنا نصنع ثياب، وكان في عنا ماركات، وكان في عنا خياطين تلتف ايديهم بحرير.
حتى بالمعامل التركية الخياطين السوريين أثبتوا جدارتهم ما شاء الله عليهم. هلا بغير بلدان ما صح لهم يروحوا، بس لو راحوا كانوا أثبتوا جدارتهم كمان. فشوف لك شي خياط تارك شي ورشة خياطة من ماركة لو كانت تقليد، وخليه يلبسك على ذوقه. والله يخليك لبقى تلبس واقي رصاص تحته، ترى ما حدا رح يغتالك، ترى ما في شي صاير عليك، ترى يعني صدقني لو يعني ما حدا بيخلص ما حدا بموت غير الخالص عمره. فانه قوي قلبك شوي، بعرف انه تحت الخنادق للفنادق، بس يعني ابدا مو شكلك شكل خنادق وانت مدرع حتى دريعه هي. يعني بطلة يعني عن جدها صارت مثل الدقون اللي بطل البب والبيبي، خلاص كبرت انت على الحركات سيادتك يعني انت وثاق بجماعتك. يعني اذا انت رئيس مانك وثقان بالحرس تبعك، نحن شو نثق فيكم؟ يعني لانه هي الحركه تبعيت الساتر، صدقني عم تفضح قديش في ثغرات أمنية بالوضع. فاللبس هو مو مجرد يعني ثياب وضبيناهم، اللبس هو رسالة، ورسالة عم توجهها للشعب. أنا ما بعرف ألبس، أنا ما بيهمني ألبس، أنا ما بثق برجالي ورجالي ما بيثقوا فيني. فإذا بدك تستمر بهالرسائل استمر، بس نحن كشعب ما حنوقف انتقادات لحتى يزبط كتفك أو ننال النصر على هالمجموعات البصرية المؤذية اللي عم نشوفها. كفاكم جرائم بوضة، كفاكم جرائم إلها علاقة بالهندام العام، وأرجوكم التزموا بالبروتوكولات. وشكرا، كنت معكم أنا جود، وهي الحلقة برعاية شركتي جود عقاد للاستشارات. شكرا. اللي بس لرجال الأعمال والناس بتشتغل بالسياسة، ما بنستقبل حالات تانية وما بدنا زباين عنا. شكرا. هي بس مشان ما حدا يفكر إنه